وكن في الحياة كعابر سبيل، واترك وراءك كل أثر جميل. فما نحن في الدنيا إلا ضيوف، وما على الضيف إلا الرحيل. خلينا عابر سبيل، وخلي أثرنا الطيب هو اللي يتبقى. لا تقطعوا بعودا لستم بأهل لها، فبعض القلوب تبني على وعودكم الحياة. ليس هناك حب سيء، ولكن هناك قلوب سيئة لا تستحق الحب، بل لا تعرف معنى الحب. فليس كل إنسان يمتلك القلب أدرك قيمة ومعنى ومفهوم الحب. من السهل أن تضع يدك على فمك كي لا تتكلم، ولكن من الصعب أن تضع يدك على قلبك كي لا تتألم. وما أصعب ألم القلب، فألم القلب ألم لا يمكن مداواته أبدا مطلقا. لا تنصدموا بغدر الأقرباء، فقبلكم يوسف الصديق عليه السلام غدروا به إخوته، وهو كان أحد الأنبياء. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ومن هنا يأتي اليقين والإيمان القوي بأن الله سبحانه وتعالى إذا أرسل لك ابتلاء قادر على إلغائه. إذا كان نصف الحب اهتمام، فنصفه الثاني احترام. لا يتكامل الحب إلا بالاحترام لتستوي الحياة وتبقى الحياة هادئة. إذا أردت حياة سليمة فيجب أن تكون مكونة من الحب والاهتمام والاحترام. لا تخاف من الذي يكرهك، بل خاف واقلق من الذي يدعي حبك. أصعب حاجة إن أنت ما تخافش من اللي بيكرهك، لأن أنت عارف إن هو بيكرهك، لكن خاف من اللي بيقولك إن هو بيحبك. كن كأفضل ما يمكنك أن تكون، ودع الناس يقولون ما يقولون، واعلم إن الكون له ربا يقول للشيء كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، فإن الله سبحانه وتعالى بيده كل مجريات الأمور، فليست من شأن العبد وإنما هي من شأن الرب. فلندع ثقتنا الكبيرة في الله عز وجل، ولنرفع أيدينا سائلين المولى الرحمة. لا تقل أنا لا أتغير، ستمضي الأيام وتتخلى عن أشياء أدمنتها، ستترك أحدا وستلغي حلما، ويوما ما ستجلس على رصيف الذكرى ولا تصدق إنك لا تزال تعيش من دونها. فهذه هي حقيقة الحياة. مهما تألمنا في حياتنا وتركنا أشخاص وضاعت مننا أملاك وأموال وتركنا بيوتا وقصورا، فنحن سنمضي ونعيش ونستمر ونتذكر هذه الأشياء بالذكرى، مجرد ذكرى، وسوف نستمر في الحياة إذا أراد الله أن يطيل في العمر.